الحقيقة أنا عارف إنك لحد دلوقتي ما عملتش ولا فيلم بسبب إنك كل ما تستلم دور بتكتشف إنه اتعمل قبل كده، ولكن مش مهم. أنت فنان ولا يفرق معاك، المهم تطلع عمل يعيش سنين والناس تحبه. هننحت ولا إيه؟ فوق كده معايا. والمرة دي أنا جايب لك سيناريو جديد نوفي، صحيح التيمة متكررة ولكن بعيون ساندرا نشأت، فتأكد إن هيبقى في حاجة مختلفة. فيلم اسمه مسجون ترانزيت. تعال نستلم الورق ونبدأ نذاكر دور علي الدقاق. هو كان في حد سمعنا ولا ايه؟ لا، ده احنا كنا بنفضفض مع بعض. يا جدعان، هو حد يفهمنا غلط؟ احنا ما نقصدش اي حاجه والله. لا ده انت شكلك كده. لا يا عم، انت هتوديني في داهيه. ده كلام ابن عم حبيبي. يا عم انت في داهيه. فيلم مسجون ترانزيت رغم انه فيلم اكشن معتمد بشكل كبير على المشاهد القتالية، الا انه بين السطور شايل صراع نفسي اهم وحرب اقوى بتحطنا قدام اسئلة كتير قوي بتسألها لنفسك عن ماهية الخير والشر وعن عواقب افعالنا. وهل اذا قمت بشيء انت مقتنع انه صح او خير ولكن تسبب في اذى غيرك، هل نيتك في الحالة دي تعفيك من تحمل العواقب ولا لازم تدفع الثمن؟ بدأت أتعرف على الشخصية من الصفحة الأولى في السيناريو. علي الدقاق، شاب عشريني بيعتبر نفسه فاشل، عاطل عن العمل، عايش وحيد مع أمي اللي بعولها وبوفر لها علاجها الغالي جدا بشتى الطرق، رغم إني مملكش ولا وظيفة ولا أي شيء تاني غير فتح الخزن. هي موهبتي اللي مملكش غيرها، العبد لله مفيش خزنة تستعصي عليه فتحها. بس خلي بالك، أنا مش حرامي، وعملية السرقة اللي بتفق عليها دلوقتي مع صاحبي هي الأولى ومش ناوي أكررها. بالمبلغ اللي هستلمه منها أقدر أسافر وأبدأ حياة جديدة أعرف منها ارتاح وأريح أمي. بس في العملية الأمور ما بتمشيش زي ما متخطط لها. بيكتشف وجودنا فرد أمن بيهجم على زميلي ويصيبه برصاصة، وبعدها بيهجم عليا أنا كمان. وقبل ما أواجه نفس مصير زميلي اضطريت أخد منه المسدس ووجه له هو رصاصة قبل ما تتضرب في فرد الأمن، فهي اتضربت في حياة علي الدقاق القديمة وحتى مستقبله. من بعدها اتحكم عليا بالمؤبد عشان المحكمة رفضت تعتبر اعتدائي عليه دفاع عن النفس، لأني في مكانهم. خلاص أنا حياتي كعلي الدقاق اتدمرت. لا بقى ينفع أكون الشاب المحترم اللي بيحاول يعيش ويعول أمه، ولا أنا هعرف أبقى المجرم عتيد الإجرام اللي يعرف يسلك وسط المجرمين في السجن. حتى في أول يوم ليا في السجن بتضرب وبترمي في الحبس الانفرادي وأنا مش قادر أرفع راسي وبفكر في حاجة واحدة بس. علي الدقاق خلاص حياته اتدمرت ومفيش أي طريق للعودة، ولكن بيظهر حل على إيد نور بيدخل من باب أوضة الحبس الانفرادي لما بيتفتح عشان يدخل شخص مهيب لابس بلطو أسود وكأنه ملك الموت، وجاي يقبض روح علي الدقاق وبيعرض عليا الخروج من السجن، ومن غير حتى ما اسمع منه ايه المقابل او التمن. انا مش هقدر اكمل الحياة دي يوم واحد. بيعرفني بنفسه انه العميد شوقي وانه عايزني اقوم بمهمة قومية، واول خطوة في المهمة دي هي موت علي الدقاق للابد، موته على الاوراق وموته قدام اهلي بخروج جثة من السجن ودفنها على انها انا، وبموته جوايا بكل تفاصيله وحياته اللي انا كنت غير راضي عنها تماما. والاجمل اني عارف كويس اني هتخلص منه بكل اريحية وبدون اي عقدة ذنب او تأنيب ضمير، لان طريقة تخلصي منه هي بأداء مهمة هكون فيها بطل، مهمة هتخليني انسان وطني واقدر اكفر بيها عن ذنوبي القديمة وادفع بيها فاتورة كل اللي عملته. ببساطة المهمة دي عبارة عن اني هقتل شخص اسرائيلي على يخت في مصر واسرق خزنته لان فيها اوراق تهمهم، وفعلا بقوم بدوري وبسلمهم كل اللي في الخزنة، وهم بيسلموني أوراق باسم جديد وباسبور وتذكرة سفر ومبلغ بسيط أبدأ بيه حياتي. فبيموت علي الدقاق للأبد ويتولد عبد الرحمن، وبننتقل فجأة لأحداث بعد 5 سنين في اختيار موفق جدا من ساندرا نشأت. هي مش عايزة المشاهد يحس بمراحل تحول علي لعبد الرحمن حتى إذا كان بالتدريج أو مشاهد سريعة، هي عايزاك تحس زي ما أنا حاسس بالظبط، إن عبد الرحمن وعلي شخصين مختلفين تماما، بعيدين كل البعد عن بعض ومفيش أي نقطة التقاء ما بينهم. عبد الرحمن اللي هو أنا دلوقتي شخص ناجح جدا، صاحب معرض عربيات، متجوز من ست جميلة وعندي طفل صغير اسمه علي. حياة مستقرة جدا وناجحة وسعيدة. خد بالك هنا إني زي ما أنا مستقر ماديا أنا كمان مستقر نفسيا، ومش بتواجهني أي مشاكل من أي نوع في الحياة. يعني مثلا مش بيدور جوايا صراع داخلي في المرحلة دي. الموضوع مش شبه خالص شخصية طاهر أو تيتو
يبان لك بس ان احنا شبه بعض، ولكن تيتو كان جواه صراعات تانية اكبر من كده بكتير. ولو عايز تفهمها اكتر تقدر تشوف حلقة ازاي تمثل دور تيتو، انصحك ترجع لها لو ما كنتش شفتها. هنا انا اتخلصت من علي الدقاق، او الانسان المجرم اللي جوايا على حسب ما انا مقتنع، ودفعت تمن كل افعالي وجرايمي السابقة. ولكن خلينا نقول ان ده كان تمهيد اني اشوف نفسي على قمة جبل السعادة، عشان انحدر من على قمته تدريجيا الى القاع. في حفلة لعيد ميلاد ابني بيظهر نفس الشخص مرة تانية، نفس البلطو الاسود وكأنه تاني ملاك الموت، ولكنه المرة دي جاي عشان ياخد حياة انا متمسك بيها، وهي حياة عبد الرحمن، الانسان اللي انا خلقته بايدي. وبدون ما ينطق ولا كلمة بينسحب المشهد تجاهه هو بس، اعلانا بعودته وعودة ذكريات علي الدقاق معاه. وبيجيلي للمرة التانية وأنا في غرفة الساونا في إسقاط هايل من ساندرا نشأت، عشان كمشاهد تشوف إني فعلا حرفيا ومجازيا قدام الراجل ده دايما عريان، ويبلغني إنه عايزني في مهمة جديدة، بيطلب مني أسرق له ملف فيه أوراق مهمة. طبعا بحاول أرفض باستماتة، وبعرض عليه مبلغ كبير في مقابل إنه يسيبني في حالي، ولكنه بيقول لي أنا ممكن كده أعمل لك قضية رشوة، نفس سلاحه ونفس الكرباج اللي ماسكولي من يوم ما عرفته في السجن، سلطته اللي دايما هي الحبل الملفوف على رقبتي، وفي نفس الوقت هو الحبل اللي انا بتشبث بيه قدر المستطاع. فبيستمر في الضغط عليا والظهور في كل حتة بكون فيها، في بيتي وفي الشغل وفي اي مكان، مصر يقتحم حياتي بالغصب وما يسيبليش اي اختيار غير اني اوافق على طلبه. بتكون العملية ببساطة هي سرقة اوراق من خزنة عضو مجلس شعب اسمه حسن موافي. بروح الفيلا اللي المفروض انها فاضية، ولكن عضو مجلس الشعب بيكون موجود مع ست بيخون مراته معاها، فبشكل اضطراري بضطر اضربه بالسكينة. تاني يوم بيطلب مني يكون التنفيذ تاني، عضو مجلس الشعب في المستشفى واهله معاه. على الناحية التانية هو كان واخد حذره كويس قوي، بيطلب من ابنه ينقل مستندات في فيلا تانية محدش يعرف عنها اي حاجة، يعني الورق في فيلا فاضية لا فيها اهل ولا حراسة. وتاني اللواء شوقي بيستخدم معايا اسلوب العصاية والجزرة، الجزرة اني هبقى بطل وطني، والعصاية انه هيرجعني السجن ويفضل يساومني في حياتي بشكل مستميت. في الحالة دي انا مضطر اوضح كم التذبذبات اللي بمر بيها داخليا، من محاولتي باستماتة لعدم الرجوع لحياة انا رافضها، حياة مليئة بالتقلبات والازمات. في نفس الليلة بيهجم على بيتي ناس بحيث ان الموضوع يبقى مكشوف اكتر. هنا نقدر نقول انها السويتشاية التانية في شخصية عبد الرحمن. الأولى كانت بصدامه بمقابلة اللواء شوقي، التانية هو إعلان الحقيقة قدام الأهل، وبضطر إني أحكي كل حاجة لمراتي، فبتقرر إنها تسيبني هي وابني. بضطر أبات عند المساعد بتاعي في المعرض، ولكن تاني يوم بلاقيني لوحدي في البيت، وحد بيقول لي إنها مجرد شقة مفروشة متأجرة لمدة ليلة واحدة. المساعد بتاعك باعك وسرق الورق منك ورجعه لحسن موافي، وفي نفس اليوم ابني اتخطف. كده خلصت، كده أنا فعلا خسرت حياتي وخسرت كل حاجة. ما عنديش أي حد تاني أروح له غير الحكومة وأحكي لها كل حاجة. مش مهم أرجع السجن، المهم إن ابني يعيش. وهنا بتبقى البلوت بتاعت الفيلم، والبلوت في شخصية عبد الرحمن أو علي خلينا نقول، لأن من هنا بيبقوا هما الاتنين شخص واحد. بنبتدي نمزج اللاينين ببعض، وبتعرف قد إيه أنت إنسان ساذج ومخدوع، وإن عمرك ولا كنت بطل ولا حاجة. أنت كنت مجرد أداة وسلاح في إيد مزور محترف، مش عميد ولا لواء ولا حتى اسمه شوقي، اسمه عادل عرابي، مزور محترف قدر يهربني واستغلني لمجرد انه يسرق الماظ من الانسان الاسرائيلي اللي كان على المركب، مش ورق زي بفهمني. وبعد ما هربني هو نفسه اتسجن بتهمة تزوير، وبالنسبة له الكام سنة دول تمن قليل قوي على اللي خده من ورايا، وخرج عشان يستغلني تاني في سرقة أوراق وعقود كان بيزورها لحسن موافي، وكان بيحط نفسه شريك في كل حاجة كان بيزورها له. ولما موافي رفض يديله نصيبه قرر يسرق الأوراق دي من خلالي أنا ولا بطل ولا قمت بدور مهم. أنا عشت في كدبة حولتني المجرم، ودلوقتي جه الوقت إنه يدفع تمن جرايمه دي، حتى لو ما كانش بيعملها بنية الإجرام. واضح إن التمن غالي. التمن كان حياة علي ابني، وانتهاء آخر أمل وحاجة حلوة في حياة عبد الرحمن. بس القصة ما بتخلصش هنا. في مشهد أخير انتقامي بنجمع كل الحبايب، أو خلينا نقول كل أطراف الفيلم، من شاهين المساعد بتاعي اللي باعني، وحسن موافي، وطبعا عرابي. المشهد ده رغم بساطته في الهدوء وإنه معتمد بشكل كبير على إن خلاص يعني تحس كده إن في الفيلم كل حاجة انكشفت، ولكنه في الحقيقة مهم جدا لأن جواه هو حكاية الفيلم كلها، وفي نسبة كبيرة هي بيتم استرسالها على لسانك أنت كبطل.
واجمل حاجه في الدور ده بقى انه مش جايب بنسبه كبيره تربيه وبيئه علي زمان. يعني هل علي ده تربيه اصلاحيه ولا تربيه بيوت ولا مجرد شاب عادي جدا ما فيهوش اي مشكله؟ ببساطه انت اصبحت مزيج ما بين شخصيه عبد الرحمن وشخصيه علي، انسان لبق ومتعود على الغنى ولكنه في نفس الوقت بيئته وتربيته في حواري اسكندريه. وبالفعل بيبدا الانتقام. عرابي بيضرب موافي بالنار بعد ما يعرفوا ان مراته كانت بتخونه معاه، وان الست اللي كانت معاه في الفيلا لما رحت لها اول مره هي مراته. وانا بحقق انتقام من عرابي اللي دمر حياتي، والاول مره بقتل وانا مبسوط ومدرك ان اللي بعمله ده اصلا جريمه. عشان كده ابقى بكتب السطر الاخير في قصتي، وهي قصه علي الدقاق، الشاب الفاشل اللي الظروف اضطرته يكون مجرم ويتحول لإنسان تاني خالص اسمه عبد الرحمن، راجل ناجح وغني ولكنه مضطر يتحمل نتيجة قراراته. بموت عرابي ورجوعي للسجن بكتب السطر الأخير في قصة مسجون ترانزيت. الدور معتمد بشكل كبير قوي على الانسرتات، او خلينا نقول الشوتس او المشاهد الدفينة جوه الفيلم. هي دي الحالة الوحيدة اللي هتسمح لك تبين لنا كل التغيرات النفسية اللي بتدور جواك، مش من خلال المشاهد الحوارية خالص لانك بنسبة كبيرة بتداري كل اللي جواك. يعني مش مشاهدك مع مراتك، مش مشاهدك مع نور الشريف، ولا مشاهدك مع بقية الناس. كل ما في الموضوع هي مشاهدك الفردية، ازاي بتفكر، ازاي بتخطط، ازاي بتقضي وقت لوحدك. هي دي المشاهد تقريبا اللي هتسمح لك انك تبين قدراتك كممثل. ده غير كمان مشهد مهم جدا 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 وهو موت ابنك. المشهد ده نقدر نقول ان هو كارت اخضر ليك كممثل، يسمح لك تطلع كل اللي جواك من حزن بحيث انك توضح قيمة علي ابنك عندك. وطبعا يعني دي الصورة اللي ظاهرة قدامنا كمشاهدين، وهو انسان ابنه بيموت، فطبيعي جدا ان الموضوع ما يبقاش سهل عليه. ولكن كمان لازم تبين قد ايه انت حزين انك خسرت اخر رهان ليك، وبالفعل تبين الفرق ما بين علي قبل موت ابنه وعلي بعد موت ابنه. لان مستحيل من رابع المستحيلات الاتنين يكونوا نفس الشخص اصلا، لان كل اللي هيصدر منك من بعد وفاة ابنك انت مدركه وفاهمه، والاول مرة انت فعلا هتبقى مدرك كل الخطوط مع بعض وقادر تربط كل الاحداث ببعضها. فببساطة يا صديقي الدور مسلي وممتع، ولكنه في النهاية جواه تفاصيل كتير قوي خاصة بيك، بتختلف على فكرة من شخص للتاني، مش لازم كل ممثل يعملها زي التاني. ولكن كل اللي انا اقدر اقوله لك انه دور مهم هيخليك تمر بتجارب كتير جدا وتحديات، وهيضيف لينا كتير قوي. هل احمد عز عمل الدور زي ما احنا حاولنا نذاكره، ولا عمله احسن، ولا عمله اوحش؟ وبس كده.